معقولة أكو ناس قبل آلاف السنين كانوا يخافون من الباذنجان ويسموه تفاحة الجنون؟ مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لليوم هي من ألذ الأكلات العراقية وهي ملفوف الباذنجان، وبنفس الوقت راح أحكي لكم قصص ومعلومات غريبة عن الباذنجان يمكن أول مرة تسمعوها. نبدي بتقشير الباذنجان بهذا الشكل الموضح بالفيديو بطريقة الأقلام. أغلب المؤرخين يقولون إنه أصل الباذنجان يرجع للهند وجنوب شرق آسيا قبل أكثر من 2000 سنة. من هناك سافر للصين وبعدها لف العالم كله لحد ما وصل للفرس، ومن الفرس وصل للعراق وللشام. وبعد ما نقشره راح نقطعه بطريقة طولانية بهذا الشكل. لازم القطعة أبدا ما تكون ثخينة ولا تكون خفيفة، لازم يكون سمكها بهذا الشكل حتى نقدر نقليها ونلفها. وطبعا من أغرب القصص إنه الأوروبيين من أول ما شافوا الباذنجان خافوا منه، كانوا يسموه تفاحة الجنون، لأنهم كانوا يعتقدون إذا واحد ياكله راح يتخبل أو يصير مجنون. وطبعا هالحكي كله مو صحيح، بس لأن الباذنجان كان من نفس عائلة الطماطم والبطاطا وبعض النباتات السامة الثانية، فصار عندهم شك وخوف منه، وهذا يكون سمك الباذنجان المطلوب. وبعد ما قطعنا كل كمية الباذنجان بهذا الشكل راح ننقعهم بمي وملح حتى بأثناء القلي ما يسحبون كمية كبيرة من الزيت. وبينما كانوا الأوروبيين يخافون منه، أول ما دخل للعرب وقعوا بحبه بشكل جنوني، لدرجة إنه أكو كتب طبخ عربية عمرها أكثر من 1000 سنة بيها عشرات وصفات الباذنجان، وحتى بعض الشعراء بوقتها كتبوا قصائد يمدحون بها الباذنجان. هسه يجا وقت تحضير الكفتة. للكفتة راح نحتاج بصل، أنا هنا استخدمت حبة ونص من البصل، تقدرون تقطعوهم بشكل ناعم بالإيد، أنا هنا استخدمت مقطعة أو محضرة الطعام. ونقطع همينة نص باقة من البقدونس. للكفتة راح أستخدم تقريبا 750 جرام من اللحم، ونضيف عليهم البصل والبقدونس اللي قطعناهم، ملعقة ممسوحة كبيرة من الفلفل الأسود والبابريكا وبودرة الثوم، وأكيد ما ننسى الملح، وبعدين نعجنهم بهاي الطريقة. وبعدها نبلش بتشكيل الكفتة. طبعا أهم شي تكون الكفتاية على قد الباذنجان اللي راح نلفها بيها، ويمكن بدون مبالغة العراقيين هم من أكثر الشعوب عشقا للباذنجان. بس إذا نسأل شنو أكثر مطابخ العالم استخداما للباذنجان، فالمنافسة هنا حتكون قوية بين العراق، سوريا، تركيا، إيران والهند والصين. بس تركيا تحديدا عندها أكثر من 200 أكلة مشهورة بالباذنجان، حتى أكو أكلة تركية اسمها إمام بايلدي،
معناها الإمام أغمى عليه. ليش أغمى عليه؟ طبعا أكو روايات هواية، والرواية الأولى تقول إنه طعم الباذنجان كان كلش طيب لدرجة إنه هو انصدم من ذاقه وأغمى عليه. والرواية الثانية تقول إنه زوجته صرفت كمية كبيرة من الزيوت الغالية على مود تسوي وصفة بها باذنجان، فانصدم من السعر وأغمى عليه. وطبعا أكو هواية طرق حتى نستوي الباذنجان. أول طريقة هي القلي وهي المتعارف عليها. ثاني طريقة هي الشوي. أنا أستخدم طريقة بين الاثنين وهي الأطيب بالنسبة إلي. أستخدم هاي الطاوة الجريل، أحط بيها كمية زيت مثل الموضحة بالفيديو وأبدي بشوي الباذنجان. وبعدها بنفس الطاوة راح نحط كمية كلش قليلة من الزيت ونحط الكفتة عليهم ونشويها بهذا الشكل. ونبدي بلف الملفوف بهذا الشكل. راح ناخذ باذنجانة ونحط عليها كفتاية ونبلش بلفها. بعد ما نلف كل الكمية نروح نسوي الصلصة. طاوة حامية على النار راح نحط شوية زيت زيتون، ونضيف عليهم 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. بعد ما يحمص نضيف عليه فلفل أسود، بودرة ثوم وملح. ونضيف عليهم كوب تقريبا من المي. ونقطة اختيارية من دبس الرمان. بعد ما تغلي وتتسبك راح نشيلها من النار ونصبها على تبسيل باذنجان.
ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة. وبس تستوي عندنا راح نزينها بشوية بقدونس ونزينها بالطريقة اللي انتو تحبوها. أنا زينتها بهاي الأعواد الخشبية. أغلب العراقيين ياكلوه ويا رز أبيض، أنا همينة هيجي سويت. أتمنى تجربون الوصفة، وإذا عجبتكم تكتبولي بالتعليقات وتكتبولي شنو تريدون وصفات جاية. أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.